الحاجات اللي بتضيع طاقتك ومجهودك وتركيزك هي حاجة بسيطة بنعملها بشكل مش واعي او ما بنبقاش مركزين ان احنا بنعملها، ولكن اما بتوقف الحاجة دي بتنطلق انطلاقة كبيرة في حياتك. والقاعدة دي هي آية ورسالة من ربنا، اما قال لينا في كتابه الكريم ان الحكم الا لله. بعد اذنك ما تحكمش على حد، بلاش تمشي بالاحكام، لان اغلب الاحكام بتبقى تابعه للظن. انا بظن في فلان انه كذا، بظن في فلان انه كذا، وما مش واخدين بالنا ان في ايه تانية ربنا قال ان بعد الظن اثم. فخلي بالك ان انت اما بتمشي بالاحكام ده بيخلق حواجز بينك وبين الناس. فلان ده كويس، فلان ده مش كويس، فلانة دي مش كويسة، فلان ده عمل كذا. كل الافكار اللي بالشكل ده بيبقى صعب ان انت تعمم حكم واحد على بني ادم. كلنا بنغلط، كلنا بنعمل حاجات صح، كلنا بنعمل حاجات ممكن تكون مش صح. فاما انت بتحكم على حد انه كويس او انه وحش بيبقى صعب جدا ان الحكم ده يكون مظبوط. وبما ان الحكم مش مظبوط فده هيلخبط لي علاقاتي، سواء بقى في البيزنس، سواء زميل، سواء حد في علاقاتي القريبة. الفكرة كلها ان بمجرد ما بحط حكم على حد ببدأ اتعامل معاه من ورا الماسك اللي انا لبسته له. ممكن هو يكون مش كده، ممكن كمان اكون ما اديتش نفسي الفرصة ان انا افهمه صح. فاحنا محتاجين في تعاملاتنا اليومية سواء البيزنس او غيره ان احنا نخلي بالنا دايما ان الحكم لربنا وبس. احنا هنا مش جايين علشان نصدر احكام على بعض، احنا جايين علشان نحسن من نفسنا ونحسن من حياتنا. فاما نعرف نعمل ده نطور في حياة الناس بعد ما نطور حياتنا. فانا جاي افكرك وافكر نفسي ان الحكم لربنا بس. ما ينفعش تحكم على اي انسان باي حكم ايا كان، لان في الغالب حكمنا بيكون تابع للظن، والظن بنسبة كبيرة ما بيبقاش مظبوط. ولو انا ظنيت ظن مش مظبوط هجني ثمار الظن اللي انا ظنيته. فمن هنا انا جاي اقول لك ما تحكمش على حد، وركز في نفسك وحياتك علشان تقدر تطورها. ولو عايز تشوف فيديوهات تاني من نفس المحتوى تابعني علشان نكمل سلسلة الفيديوهات اللي اسمها بصيرة واحنا بدأناها مع بعض.